طيب يا صاحبي، النهارده معانا الثلاث مزايا في واجهه شاومي الميو اي 14 الواجهه الجديده، وفي ميزه رابعه كده هتموتك من الضحك غريبه جدا. بشكل عام اعمل لايك للفيديو حالا عشان وقته سريع جدا ولكنه مميز، ولو انت لسه مش مشترك في القناه اشترك حالا. واللي ما يعرفش، الواجهه دي هتوصل قريب باذن الله ل 14 جهاز وبعد كده هتوصل للباقي. فلو انت لسه مش مشترك في القناه اشترك حالا وتابعني عشان كل جديد، وان شاء الله الفتره الجايه انزل لكم كميه فيديوهات مميزه سواء الاندرويد وشاومي وكل التريكات اللي انتوا بتحبوها دي، او للايفون كمان. فتاكد انت عامل لي فولو عشان كل جديد، ويلا بينا. اول واهم ميزه وهي ميزه السوبر ايكون. زي ما انت شايف كده، لو انت بصيت على السكرين شوت اللي قدامك ده هتلاحظ ان برنامج السكيورتي او الامان بتاع الموبايل بقى شكله يقدر يتلون بكذا شكل مختلف على شاشه الموبايل. تمام، فالموضوع ده شكله روش جدا، وبشكل عام ده فيديو للموضوع برضه عشان تتخيلوا معايا بكل تفاصيله. فزي ما انت شايف دلوقتي اهو قدامك، دوس على ايقونه بعد كده ظبطها بقى باي شكل انت محتاجه. هتلاقي عندك حاجه اسمها ايكون سايز، وهو حاطط لك الاشكال الاربع اشكال المختلفين اللي تقدر تلعب بيهم في شكل الايقونه على اي ايقونه برنامج، مش شرط الايقونه دي. اما تاني ميزه واللي هي فعلا مجرد تغيير في الشكل ولكن مش زي الاولانيه جامده، وهي فكره النيو فولدر او شكل الفولدرات الجديده. تقدر تعمل كاستمايزيشن للشكل اللي انت عاوزه، سواء لو عاوز فيه بعض البرامج تظهر لك بشكل كبير او عاوزهم كلهم يظهروا بشكل صغير جوه الفولدر. بدل ما تنزل لانشر او برنامج خارجي عشان يديك الايفكت ده، لا تقدر تعمله من الموبايل نفسه في تحديث الميو اي 14 الجديد. اما ثالث ميزه بقى والقبل الاخيره وهي الجديده، وهي فكره النيو ويدجت. وطبعا دي عجباني قوي. زي ما انت شايف في الفيديو قدامك، لما تدخل كده تدوس على الويدجت نفسها تقدر تحط كذا ويدجت. يعني مثلا شكل الساعه، شوف شكله روش ازاي. تقدر كمان تعدل في الشكل ده وتحط اي شكل تاني انت عاوزه لبرامج كتيره بقى. كميه ويدجتات او ويدجتس بشكل عام، ايه ويدجتات دي ايا كان، كميه ويدجتس بشكل عام حلوه وشكلها لذيذ فعلا للموبايل. اما رابع ميزه والاخيره واللي ملهاش لازمه من وجهه نظري، وهي بيتس اند بلانيتس. زي ما انت شايف في الفيديو قدامك، الميزه دي كل عبارتها ان انت بتحط زي حيوان اليف كده بشكل عام، او نبات زي الصباره مثلا على شاشه الموبايل، ومجرد ما بتدوس عليه بيديك ايموشن، بيديك اكشن معين. فهو بيقول لك ان هو حاجه فيرتشوال، يعني حاجه كده اكنها بتتجسد بشكل عام. ولكن ايه فايدتها؟ ملهاش اي فايده الا ان انت تسيبها على شاشه الموبايل كده. ممكن واحد فاضي يعمل الموضوع ده، والقطه تنام بقى، والقطه تبص لك، والضحك ده كله. ايا كان، دول 4 مميزات في موبايلات شاومي وبوكو وريدمي في الواجهه الجديده بتاعت الميو اي 14. هنشوفها باذن الله قريب، واستنى في فيديو نازل ان شاء الله غالبا يا النهارده يا بكره عن الموبايلات اللي هيوصل لها الميو اي 14 في الاول على طول. واستنى فيديوهات كتيره ان شاء الله، واكتب لي كومنتات تحت بقى ايه الفيديوهات اللي انت محتاجها مني، وايه التريكات والحركات سواء في الاندرويد او الايفون بشكل عام. واعمل لايك للفيديو لان اللايك بيفرق جدا في وصول الفيديو. بس كده قول لي رايك في التصوير، حلو ولا لا؟ واكيد حلو طبعا، انا كل شويه بجدد لك عشان انت ما تزهقش، وكمان الكواليتي بتاعت الصوره تطلع احسن ليك. بس كده، وتابعنا على كل المنصات، هتلاقي اللينكات موجوده في الديسكربشن او الوصف بتاع الفيديو ده، لان بننزل فيديوهات قصيره اللي هي الشورتس او الشورت فيديو او الريلز بشكل عام، سواء على تيك توك او على يوتيوب او على انستجرام. فتابعني في كل المنصات. وبس كده، سلام. لا بس الكواليتي حكايه.